ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، صحة وسلامة يا رب العالمين. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. النهاردة معانا تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة في مباراة الجونة والنادي الأهلي. تشكيل الأهلي المتوقع: كهربا أساسي وثلاث تغييرات أمام الجونة. ماتش هيكون كويس جدا، خصوصا ان الدوري مشتعل، مفيش فيه جدال او فيه انك تخسر نقاط، لا، واخد الدوري جد من الاول عشان خاطر تبدأ تشتغل كويس. عشان تاخد الدوري ده بالذات لازم تشتغل على نفسك. حيث استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي التشكيلة الذي سيخوض بها مباراة الجونة في إطار الدوري المصري حسب الأسبوع الثامن من بطولة الدوري نسخته 2024-2025. ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي منافسات الجولة على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصارات في المباريات من أجل مواصلة الاحتفاظ بصدارة الدوري بعد الفوز في اللقاء الأخير ضد سموحة بنتيجة 2-0 ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس. وسيشهد تشكيلة الأهلي عدة تغييرات، حيث من المتوقع أن يتم الاستعانة بخدمات محمد هاني بدلا من محمد خالد عبد الفتاح الذي خاض استاد أبيجان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وفضل المدير الفني السويسري بين إشراك محمد مجدي أفشة أو محمد عبد الله. كما من المتوقع أن يتواجد محمود عبد المنعم كهرباء أساسي في الخطة أمام بديلا للفلسطيني وسام أبو علي. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الجونة بتشكيلة حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، كريم الدبيس، وخط الوسط أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور. خط وسط الهجوم: حسين الشحات ومجدي أفشة ومحمد عبد الله. خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 15 نقطة بيساوي مع سيراميكا كليوباترا بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا، بينما خاض جميع المباريات في المسابقة المحلية. في المقابل يتواجد فريق الجونة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط. تعالوا نروح مع بعض كده على أبرز عناوين ما يدار حول النادي الأهلي. بعد العثور صفقات نارية على رادار النادي الأهلي الفترة الجاية دي بيفكر في صفقة أو اتنين كويسين جدا. صفقتين هيكونوا سوبر، لا بجد هيكونوا أول مرة النادي الأهلي يجيب صفقات فعلا متميزة. صفقة هتهز كرة القدم في مصر، صفقة هتكون كويسة جدا من السعودية. خدوا بالكم من اللي أنا بقوله ده، لأن ده أنا عارف أنا بقوله كويس. في صفقة من السعودية هتيجي هتهز الدوري المصري بمعنى الكلمة. كل الناس عارفة أنا بتكلم على مين، بس أنا مش هأكد إلا لما الموضوع فعلا يكون متأكدين منه. بس لازم كل معلومة بنقولها نكون متأكدين منها مش أكتر. أنا ممكن أقول لك أي حاجة، بس ده اللي ممكن يحصل في الفترة القادمة، خصوصا إن النادي الأهلي محتاج لتدعيمات. النادي الأهلي بيلعب في كل البطولات، طبعا احنا عارفين الاهلي مشارك في كاس العالم، والاهلي مشارك في دوري ابطال افريقيا. الاهلي مشارك في الدوري الممتاز. طبعا الاهلي انسحب من الكاس من السنه اللي فاتت، وانتوا فاهمين كده كويس، فمش هيشارك السنه دي في الكاس. خصوصا ان الاهلي محتاج حد كده شبيه معلول او زي معلول، لان الاهلي خدت على معلول بيراوغ وبيرفع كويس. معلول عنده الحته اللي مفيش لعيب لحد دلوقتي قادر يعوضها. ولحد هنا اكون وصلت لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الزر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.